السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما دايما تكونوا في احسن الاحوال. طبعا انا بتاسف لكم جدا على الفترة اللي فاتت اللي انا ما نزلتش فيها فيديوهات ديت، سامحوني طبعا. وكل البنات اللي دخلوا لي على الخاص عارفوا ان انا ما نزلتش فيديوهات ليه الفترة اللي فاتت ديت. فاعذروني يا بنات، النهارده فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله باذن الله تتحفزي وتتشجعي وتتنشطي. هو روتين صباحي كده يا بنات ان شاء الله باذن الله، من اول ما صحيت من النوم وديت الولاد الحضانة ودخلت بقى نشوف يعني الروتين بتاع كل يوم يا أحباتي. أول ما نبدأ الكلام نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي وشفيع رسول الله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. يا بنات نخش نفطر معاكم كده، بصي فطار خفيف يعني سندوتش جبنة، قطعت جنبه خيارة، خدت بقى ثمرة فاكهة، أي فاكهة عندي بقى موجود. نتشجع إن شاء الله ونقوم نفطر معاكم عشان النهاردة كنت مسوقة بقى من بالليل وجيت بالليل متأخر يا بنات، انتوا عارفين بقى اللي بيروح السوق بيجي بالليل ده فاهمين. والولاد على ما حميتهم ونيمتهم وانا كمان دخلت كده خدت لي حمام ونمت. قلت لا الصبح ان شاء الله باذن الله نودي الولاد بقى الحضانه، وبعد كده نخش نشوف مطبخي عايز ايه ونروقه كده ونحط التسويقه في مكانها. لان بصراحه كنا عندي عزومه فقلت الحاجات ديت نروح نجيبها، الحاجه اللي هي لازمه يعني او الحاجه اللي انا محتاجاها ولسه ناقصه من بيتي. قلت بقى بالليل كده نروح نجيبها من السوق، انما بالنهار ما نقدرش نمشي، انتوا عارفين الجو حر اساسا. فان شاء الله باذن الله يلا استمتعوا بالفيديو، حط لي اللايك، ولو اول مره تشوف القناه النهارده باذن الله حط لي كده ان شاء الله الاشتراك واضغط على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل اشعار فيديو. طبعا طمنونا عليكم يا بنات. وبالمره التانية برضو بعتذر جدا عن تاخيري في الفيديوهات الفتره ديت، بس دعواتكم ليا ان شاء الله باذن الله ان ربنا يوفقني وان ربنا يكرمني وان ربنا يشجعنا على القناه. والله يا بنات، والله الحمد لله يا بنات، يعني الواحد في خير الحمد لله، والحمد لله ربنا كرمنا، بس الحمد لله زي ما قلت لكم بالستر. بس هي حتة القناة بس عايزة تشجيع منكم كده ونشاط معايا أنا كمان، فإن شاء الله بإذن الله هي فترة وهتعدي وهنرجع لكم بكل حماس وكل طاقة إيجابية إن شاء الله. يلا بقى قومي دلوقتي حطي الفيديو قدامك واتفرجي عليه وقومي اتنشطي وتشجعي، واي حاجه وراكي قومي اقضيها. غسيل عايز يتطبق، غسيل عاوز يتغسل، مواعين عايزه تتشطف، اكل عاوز ينعمل، ولاد، شقه، نظافه سرير. احنا كلنا كأمهات او كلنا ستات بيوت كل شغلنا واحد، ما عدا بقى اللي هو ربنا اكرمها كده وطبعا شغاله او موظفه يا بنات، ربنا يعينها بجد بجد، ربنا يعينها ويقويها وان شاء الله. بعد ما فطرت بقى كان عندي شويه مواعين برضو من بالليل كده بتاع العشاء، فطبعا انا كنت منضفاهم زي ما انتم شايفين اهو يا بنات، فجمعتهم كده كنت مجمعهم على صينيه على البوتاجاز ومروقه برضو المطبخ وجبت التسويه دوبك كده. قلت بقى قبل ما نفضي كده التسويقه نروق الاول كده يا بنات المواعين دي والاطباق ديت، طبعا انا مش بنسيبهم بالليل والله يا بنات غير للضروره القصوى يعني. فزي ما قلت لكم بقى يا دوبك احنا كده اكلنا بالليل، مش بالليل يعني مشينا كده الساعه 6 المغرب، فسبت كل حاجه بقى في المطبخ يا دوبك كده روقت بس الصينيه وشلت بقى كل البواقي الاكل وخدت الزباله طبعا وانا نازله، واخدت نفسي بقى ورحنا جبنا الحاجات اللي كانت ناقصانا. وبرضو الولاد كانوا معانا كده محتاجين حاجات جبناها. فجينا بقى بالليل يا بنات الوقت اصلا بيعدي بصي في لمح البصر، يعني لما دخلت البيت كانت حوالي الساعه 12 بالليل، على بقى ما حميت الولاد وناموا والكلام ده كله كانت حوالي الساعه واحدة ونص كمان. فانا قلت لا خلاص انا نخش ننام عشان خاطر بقى نقدر الصبح نقوم كده ونبدا يومي صح. والمواعين كده كده زي ما قلت لكم انا مش بنسيبها بنات بقى في الاكل، يعني بنشوف ناس بصراحه يبقوا شايلين الصينيه كده وحاطين بقى بواقي الاكل وكل حاجه، بنحس اصلا ان المطبخ مش عارفه يعني مش عارفه تتحكمي فيه او مش عارفه تقضي اي حاجه. لا انا قبل حتى لو انا خارجه ومستعجله أنا لازم نفضي كل الاطباق ونجيب صينيه كده نظيفه ونحط الاطباق كانها مغسوله يا بنات، يعني لو جيتي من بره ودخلت مطبخك كانك انت غسل المواعين وحطاها كده تتصفى، ده اللي بصراحه اللي انا بنعمله. فبصراحه بينجز معايا خالص وببقى مروق بالي، حتى الواحد بيبقى هادي كده من جنب المطبخ، مش زي ما تبقى انت سايبه الدنيا متدربكه. انت حاسين بيا وحاسين باللي انا بقوله طبعا في اي مطبخ يا بنات. لو انت دخلت كده ولقيت الدنيا عامله كده بصراحه لا، منظر مش سعيد للغاية. فيلا الحمد لله الظروف طبعا بتحكم علينا يا بنات في اي ظرف طارئ او اي ظرف، طبعا ساعات بتبقى عامله عزومه ومخلصه كل اللي وراكي وبتيجي عند المواعين خلاص يعني الجسم عايز يريح شويه. فلا ادي لنفسك برضو فرصه يا بنات، ما تنش بس ضغط على نفسك ضغط على نفسك، صدقيني والله العظيم ما حد هيقول اللي انت عملته وانت خليتي. طبعا بيبقى يعني شريك حياتك او جوزك في البيت بيبقى مقدر، في ناس كتير بتبقى مقدره وبيبقى حاسس بيكي والكلام ده كله، بس مهما تتعبي ومهما تشتغلي ومهما تعملي من صحتك مفيش بعد الصحه شيء، صدقوني مفيش بعد الصحه شيء. ولازم ان انت تكوني انت مرتاحه نفسيا ومرتاحه اصلا بدنيا عشان تقدري تقاومي. انا ساعات يا بنات بنبقى مثلا خلاص بدات يومي صح وشغلت غساله، بقول لكم بجد الحاجات يعني اللي انا بنعملها في حياتي
وخلصت مطبخي، وطبعا مشغله الغساله، يعني الغساله عايزه تشطف وتطلعي تنشر والكلام ده كله، وخلاص جسمي بيبقى عايز النوم، فاهمين، عايزه اريح شويه. بنسيب الغسالة شغالة ونخش نريح لي ساعة ولا نص ساعة على حسب بقى ما نقدر، يعني على حسب ما نصحى بنقوم فايقة ورايقة ونقدر نكمل يوم صح، والجسم ذات نفسه واخد راحته، فاهمين. مزاجي خلاص انعدل، انتوا عارفين بقى ريافة النوم والكلام ده كلته، فبصراحة بتأثر جدا. فلا انا مش بننصح الكلام ده كلته، يعني تبقي انت تعبانة ومرهقة وعايزة تنامي وتقولي لا لما نخلص الشغل ده، انت اساسا بتبقى عاملاها مش بإتقان. يعني طول ما انت عايزة تنامي وحاسة بالنوم، ضبطي حالك وسيبي الحاجة اللي هي ممكن تستحمل، خشي الأول ريحي جسمك وريحي بدنك، وبعد كده هتقومي تستعيدي نشاطك وتستعيدي قوتك وتبدأي الحاجة صح، وتعملي شغلتك بجد بضمير، وايه هقولك بتديها اتقانها وتديها فعلا الحاجة اللي هي تستحقها، غير ما تبقي انت اساسا بتبقي تشدي جسمك، ما انتش قادرة تعملي حاجة، عايزة تنامي عايزة تريحي. خلاص قريفتي من النوم، خصوصا بقى الناس اللي بتصحى بدري، يعني انا من الناس اللي بتصحى بدري، فانا لازما كده معدل نودي الولاد حضانه، ممكن نروق سراير، نروق الشقه، نروق المطبخ حتى لو مغسلتش المواعين يا بنات، ونخش ناخد لي كده ساعه ساعتين نوم، نصحى بقى على قبل ميعادهم بساعه ما يجوا من الحضانه، نخش نروق المطبخ، ان كان في غدا ينعمل، ان كان غدا جاهز خلاص نطلع نسخن. بس هو ده اللي انا بنعمله الحمد لله، فالحمد لله يعني انا بقول لكم بس الحاجات اللي بجد بتساعدني في يومي، ان الواحد يقدر يستعيد نشاطه، وان الواحد يقدر يكمل يومه صح، والحمد لله يا رب، ربنا بس زي كده يتم نعمته علينا ويتم ستره علينا، والحمد لله خلصت المطبخ وخلصت المواعين وحطت. بصي يا بنات، انا طبعا الصفية فوق زي ما انتم شايفينها كده، فطبعا الكاميرا ونشيل الاطباق ونحطها فوق والكلام ده كلته، فبيبقى ارهاق ليا مع التصوير، فانا حطيت الفوطه ديت من غير بقى ما نحط الصفايه ولا اي حاجه، لما تصفهم او خلصت غسيل مواعين، وبعد كده بقى حطيتهم في الصفيه مكانهم عشان خاطر تبقى الرخامه معايا فاضيه ونضيفه، عشان خاطر لسه بقى هنحط الخضار بتاعي ونغسله، وزي ما قلت لكم كان عندي عزومه كده ان شاء الله باذن الله، لو في العمر بقية هنزل لكم الفيديو متصور وكل حاجة، بس ان شاء الله بإذن الله حبيت ان أنا ننزل النهاردة نطمنكم بالفيديو ده يا بنات، عشان عارفة اللي انتوا قلقانين عليا جدا، والناس اللي بتخش تسأل عليا والله ومش قادرة نرد عليهم، صدقوني من ضغط الوقت بس يا بنات والله، يا رب تكونوا عذريني لان انا عارفة ان انا زيكم، وانتوا هتبقوا مقدرين طبعا ان البيت فيه ايه واطفال فيه ايه، وكمان القناه والتصوير والكلام ده كله بياخد مني وقت، فانا قلت لا انا هنمنتج لهم الفيديو ده دلوقتي حالا بعد الولاد ما راحوا الحضانه، ونحاول ان شاء الله باذن الله ينزل النهارده، عشان خاطر باذن الله يطمنوا عليا، وانا كمان اطمن عليكم في الكومنتات، كل بنوته حبيبه قلبي دلوقتي دخلت الفيديو ده ولسه مكمله معايا لغايه دلوقتي، رجاء يا بنات طمنونا عليكم في الكومنتات، والله العظيم بجد فرحوني اللي انتم موجودين معايا كده ان شاء الله باذن الله. وطبعا انا عايزه اقول بس للناس اللي عقولها على قدها بجد يعني، بصي يا حبيبه قلبي، بصي يا قمراي، اللايك بتاعك اللي انت بتخشي تحطيه في الفيديو ده والله لا هيقدم ولا هيأخر ولا اي حاجه، انا لما بقول لكم حطوا اللايك عشان انتوا احبابي وانتوا اخواتي والناس اللي بتحبني بجد، انتوا فاهمين. في ناس كتير عقلها على قدها مفكره ان هي لما تحط اللايك او تحط الكومنت اللي هي كده بتعمل انجاز يعني مع ايمان، والله يا حبيبتي وجودك، الناس اللي بتحبني بمصداقية، والناس اللي جواها الخير لكل الناس اللي زيها، سواء في الصالح او مثلا سواء انا كايمان عاوزه بس افهمكم حاجه، انا كايمان بنحب الخير لاي حد مهما كان هو، اذا كان حبيبي اذا كان، بس انا الحمد لله انا ماليش اعداء، حتى لو بيني وبين اي حد ممكن تكون مشكله او صغيره او كبيره، طبعا يا بنات يعني الدنيا مش بتخلق، بس انا الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب تحسوا بنعمة الرضا لما تبقى في قلب البني آدم، الحمد لله تتمنى الخير لكل الناس، لكل الناس يا بنات والله، عشان ربنا يجعل لك الخير دايما، انت بيبقى حاطك فيه ما تعرفيش منين، والله يا بنات ما والله انا بحلف لكم بالله وعلى يقين، اللي انا بقوله لكم ده هو اللي بيحصل معايا، تلاقي ربنا واقف جنبك في كل شيء، تلاقي ربنا رازقك من حيث لا تحتسبي، تلاقي اللي ربنا جعل البركة في ايدك ما تعرفيش ازاي، بص ايدك كده تحطها في الحاجة تحسي ان الحاجة بتبقى بزيادة، تحسي ان انت من المكان اللي انت تخشي فيه بتبقي ليكي بهجة وليكي وضعك وليكي مكانتك وليكي بصي وليكي قيمتك، صدقوني يا بنات، بس بايه؟ برضاكي، بالاتقان، بالتقوى. هقول لكم كمان حاجة عن تجارب في الحياة يا بنات، راضي نفسك وراضي قلبك وراضي ربك فوق كل شيء،
سيبك من كل البشر، لو حاولت تراضي البشر اللي جنب منك، لو مهما عملت له ما مش بيرضى، مش بيرضى. وما تقوليش اللي مش بيطمر. اعملي تربيتك واعملي اصلك واعملي مبدأك واعملي اللي انت اتربيت عليه. انت فاهمه؟ كل واحد اصله ومبدأه وربيته هي اللي بتعود عليه، وهي اللي بتخليه يبص يطلع احسن ما عنده، وبرضه في نفس الوقت يطلع اسوأ ما عنده. اوعي تقابلي الحسنة بالسيئة، اوعي، اوعي عن تجارب. دايما خلي نيتك صافية وصفي قلبك لله، وسيبي كل شيء يمشي، سلمي امرك لله. والله العظيم بجد يا بنات انا حبيت نقول لكم الكلام ده، لان بيحصل معايا مواقف الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. ممكن انتي تقولي ايه؟ انا بنعمل ومش بيثمر، انا بنخدم ومش بيثمر، انا بنقدم ايدي بالخير ونلاقيهم هم عايزين لي الضرر، او مثلا مستكترين الحاجه اللي عندك، مستكترين نعمه ربنا عليكي، مستكترين اي حاجه ربنا ميزك بيها عن غيرك. سيبك من كل ده، اركنيه على جنب. لان زي ما قلت لك، لو حاولت تراضي البشر مهما تراضيهم مش بيرضوا. حاولي راضي ربنا. حط ربنا كده قدام بصيرتك في كل شيء، وشوفي هو هيرضيك ازاي. والله العظيم بقول لكم عن تجارب، انا اختكم وبقول لكم الكلام ده بجد. واوعي تفكري اللي انت لو حطيتي في قلبك نية سوء لحد، انت هتعمله حاجة، والله ما هتعمله حاجة. انت فاهمة؟ ما عمرك لا هتضريه ولا عمرك هتنفعيه. النفع هو ربنا والضر هو ربنا. وطالما جيت لربنا بطريق سليم ونية صافية وقلب راضي، تأكدي ان هو هيرضيكي في اقل حاجة عندك. انا مش عارفة انا دخلت في الكلام ده ليه، بس طبعا آه يعني من تجاربه في الحياة بنات، والبنات برضو بيتكلموا معايا، ويميل الحياة وضغوطات الحياة واللي احنا كلنا بنمر بيه. الحمد لله احنا بنمر بخير، والله احنا في خير. بس يعني برضو الغلاء يا بنات، الأسعار بقت نار، حاجة فظيعة. بس بتحس ان في رضا، تحس ان في بركة، تحس ان في خير في ايدك، في ايدك قبل ما يكون في بيتك. بس بايه؟ برضاكي والتقوى اللي ربنا جعلها في قلبك، ونيتك الصادقة ونيتك الصافية لله مش للبشر. سيبك من كل البشر اللي جنب منك او اللي حواليك. وهتنسوا حته الكيكه اللي انا بناكلها دلوقتي. قلت بقى سناكس كده يا حبيبي، ايه خلاص يعني الواحد فطر من بدري، كانت الساعه 8 على ما خلصت كل الشغل ده يا بنات، كانت دخلت على الساعه 11 ونص. حبيت ناكل حاجه مسكره كده، جبت قطعه جاتوه كده كانت موجوده، قلت بقى اللي انا نحلي بيها. خلصت كل الحاجه وحطيت التوابل بقى، جبت التوابل يا بنات اللي كانت ناقصاني، وجبت برضو زي ما قلت لكم كان عندي عزومه ان شاء الله باذن الله. وجبت بقى شويه خضار. الاسعار يا بنات فظيعه، والله العظيم فوق الفظيعه. يعني ربطة الخضرة يا بنات عشان تعملي محشي دلوقتي، عشان بس تعملي محشي، اقل ما فيها تجيبي لك كده ب15 جنيه خضرة. شو بقى تحط رز ايه، وشوف هتحط طماطم ايه وبصل ايه وبهارات ايه. فربنا يعيننا كلنا ويوسع ارزاقنا. وزي ما قلت لك، خدي بنصايحي وخدي بالكلام اللي انا قلت دلوقتي بالفيديو. انا بقولته يا بنات كأن قاعده معاكم، كأن قاعده انا بصي زي ما يكونوا اتنين اصحاب كده بيتسامروا او بيتساهروا مع بعض. انا قلت لكم الكلام ده والله العظيم عن تجارب مني انا، عشان تاخدوه بعين اليقين، عشان تاخدوه بعين الرحمة والستر اللي ربنا جعله في حياتنا. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وطبعا انتوا نورتوني وشرفتوني، وبجد بجد سؤالكم عليا وكلامكم الجميل انا اللي مفتقداكم، والله مش انتوا المفتقدين يا بنات. كلامكم ده اللي شجعني، قلت لا لازم نقوم من دلوقتي نمنتج لهم الفيديو عشان هم يطمنوا عليا، وانا كمان نطمن عليهم. يلا بقى كلمتين كده ان شاء الله باذن الله، كلنا نتشجعوا وكلنا نتنشطوا وكلنا نتحفزوا. واي حد بجد عنده نصيحة حلوة ليا يكتبها ويقولها لي. اي حد عنده تعليق سواء سلبي او سواء ايجابي، انا بنستقبل اي تعليق يا بنات. سلبي هو بيديني وجهة نظره وبينصحني برضو، مش بنزعل والله. وايجابي طبعا بيشجعني وبنشطني ان انا نقدم لكم كل جديد. وشكرا لكم جدا جدا، شكرا لوجودكم معايا، شكرا للناس اللي بتحبني بجد، اللي بتحبني مش عشان خاطر مصلحة. انت فاهمين؟ بجد يعني انا الفترة ديت الحمد لله عرفت ناس كتير وتعرفت على بنات اكتر من اخواتي. ربنا يخليكم ليا، ما يحرمنيش منكم ابدا. سيبكم من المصالح، سيبكم من العلاقات، وسيبكم من الكلام الفاضي ده خالص. اللي بيخش عشان المصلحه ده يعني سبحان الله بياخد مصلحته ويطلع. او ممكن انا بصي انا هقول لكم على حاجه، انا جات لي مكالمه والله العظيم هتضحكوا دلوقتي. هي بقالها فتره ما كانتش بتعلق لي على الفيديوهات بتاعتي، تمام؟ الله اعلم يعني هي كان في دماغها ايه. ففجأة بتقول لي ايه، انا دلوقتي حالا هنخش نعلق لك على الفيديو بتاعك. انت يا حبيبة قلبي والله تعليقك ده مش هيزودني، ولا تعليقك ده هينقصني.
عادي، انت علقتي زي ما علقتيش، انت فاهمه؟ انت بتحبيني زي ما بتحبنيش، مش هتفرق معايا، انا بالراضي ربنا مش بالراضي عبد. انا لو بالراضي عبد زي ما قلت لك، مهما نعمل له مش هيرضى. أنا بنعمل أصلي، بنعمل تربيتي، بنعمل اللي اتربيت عليه، بنعمل مبادئي، بنعمل الحاجة اللي ربنا جعلها في قلبي، والحمد لله الحمد لله إن ربنا يا بنات بيبقى جاعل في قلبك الخير. أنتِ فاهمة؟ إنما بقى أنتِ تعلقي لي على الفيديو مش هيقدّم، مش هتعلقي لي على الفيديو مش هيقدّم، تحطي لي اللايك برضه مش هيقدّم مش هيأخّر، الكلام ده كله بُصّي آخر حاجة نفكّر فيها والله العظيم خالص. إذا كنت أنا باقول لكم خشوا حطوا لي لايك أو خشوا اكتبوا لي التعليق، تعليقكم والله بجد، بجد البنات اللي أنا خلاص أنا عرفتكم بالواحدة بيفرّحني جدًا، بيفرّحني اللي أنتم موجودين معايا، بيفرّحني اللي أنا ليّا أحباب وليّا أخوات وليّا ناس بتخاف عليّا وناس بتحبني وناس بتخش الفيديو عشان خاطر إيمان مش عشان خاطر مصلحة. ناس بتفهم الكلام، ناس بتقول لي: "إيمان يعني حبيبة قلبي أمي مازن بتقول لي دلوقتي بتقول لي: "يا إيمان أنا لسه متابعاكِ قريب، فينِك أنا مفتقداكِ." حبيبة قلبي والله العظيم ده أنتِ على راسي، وفاطمة وسارة وشادن وأم محمد وأمينة وحبيبة قلبي أمي ست الكل فاتن وآمنت بالله، كلكم والله العظيم يا بنات عشان ما نكونش ناسية واحدة، كلكم بالواحدة، وطبعًا برضه جيهان، كلكم أنا بُصّي مش عايزة أقول واحدة عشان التانية ما تقوليش إيمان أنتِ ما قلتيش اسمي ليه، أنا بنقول كلكم والله، ويارا حبيبة قلبي، كلكم على راسي وعلى دماغي، ووجودكم ده اللي بيسعدني يا بنات والله، أهم حاجة يا بنات إن تلاقي حد بجد، بجد في الأيام اللي إحنا فيها ديّة بيحبِّك لله في لله مش عشان خاطر مصلحة، مش عشان خاطر كلمة بتجيبه وكلمة بتوديه والكلام فاضي خالص. أنا اتكلمت النهارده معاكم بعفوية، اتكلمت معاكم النهارده بقلب صافي، اتكلمت معاكم يمكن أنا بس حبيت دلوقتي نرد على يعني يعني أنا بصراحة ما قُلت سبحان الله إيه التفكير ده، يعني التفكير هل أنتِ لمّا أنتِ ما علّقتيليش على فيديو أنا حاجة قَلِّت عندي؟ هل أنتِ لمّا ما علّقتيليش على فيديو علّقتِ لي على فيديو حاجة زادت عندي؟ أنتِ بتعملي اللي في قلبِك، بتعملي اللي أنتِ اتربيتِ عليه، بتعملي الخير، بتعملي مبادئِك، أنتِ فاهماني؟ مش بتعملي بأصل إيمان، إيمان مش هتزوّديها ولا هتقلّليها، وأنا كمان مش هنزوّدكم ولا نقلّلكم. أنا وجودي يمكن معاكم يا بنات ووجودي معاكم على القناة وفي حياتكم تمام، ده حاجة اللي ربنا زارعها في قلبي وفي قلبكم، يعني الحب ده حاجة من عند ربنا، أنتم حبيتوا إيمان لشخصها، حبيتوا روتيناتها، حبيتوا كلامها، حبيتوا أسلوبها، والله العظيم ده على راسي ومقدّراه، وفعلًا، فعلًا ده اللي بيشجعني حتى إني أنزّل فيديو، سيبكم من أي حاجة تانية، ربنا يا بنات بيراضي عباده من أقل، أقل مما تتصورين. ربنا مراضينا الحمد لله، وزي ما قُلت لِك لو بصيتِ في حياتِك هتلاقي الرضا في حاجات كتير جدًا، بس ركّزي فيها كده هتلاقي الرضا في الزوج الصالح، في البيت الهادي، في الولاد، حتى لو هُم الولاد يا بنات أنتم عارفين طبعًا الولاد يعني مش هاقول لكم البنات، الولاد بقى دول ملايكة وماشيين على الصراط المستقيم، كلنا أمهات وكلنا بنشِد وكلنا بنرخي وكلنا بنتعصبوا وكلنا برضه بنبقوا هاديين، يعني كلنا واحد، فالحمد لله. أنا اتكلمت معاكم عشان نطمن عليكم، وعشان أنتم كمان تطمنوا عليَّ في الروتين ده، يالّا بقى، أنا عملت إيه معاكم النهارده يا بنات، فطرت معاكم، وغسلت المواعين، وجبت الخضار بتاعي حطيته في التلاجة، وطبعًا جبت كوسة وبتنجان عشان خاطر نعمل محشي برضه، غسلته كده وسِبته يتصفى بقى على ما نغسل البوتاجاز، لإن بصراحة لو أنا عملت الأكل على البوتاجاز ده هيتحرق مني هو طبعًا يعني ما كانش متبهدل جامد، بس أنتم عارفين بقى أكل العزومة بيبقى كتير وبيبقى نار على طول شغالة، فطبعًا لو في دهون أي حاجة على البوتاجاز فبتولع منِّك أو بمعنى أصح بتتحروق، فتيجي تغسليه يبقى صعب عليكِ في الغسيل، فقُلت اللي أنا هناخده النهارده شطفة كده غسيل برضه عشان طبعًا كده هو هيتبهدل، دي حاجة متأكدة منها، بس حتى لو اتبهدل يا حبّاتي يبقى البهدلة خفيفة أول ما نخلّص نيجي غاسلاه ونيجي منضّفاه، بحيث بقى يعني بهدلة على بهدلة، فلأ أنا ما باحبش نسيب البوتاجاز بتاعي للدرجة اللي أنا باقول لكم عليها دي خالص، ولمّعته ونضّفته الحمد لله، شوية كلوركس بقى للألوان كده مع مَيّة، رشيت بقى الستانلس بتاعي كده ولمّعته الحمد لله، وخلاص هنركّبه ونمسح أرضية المطبخ وبرضه نكنسها. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، أتمنى إن شاء الله بإذن الله ما اكونش تقلت عليكم يا بنات، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله تكونوا اتشجعتِ واتنشطتِ وخدتِ الكلمة في عين الاعتبار، أي كلمة أقولها أنا باقولها والله بصدق، بصدق يا بنات، عشان فعلًا، فعلًا أنتم أحلى حاجة ربنا رزقني بيها، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.
طبعا انا بولع عيون البوتاجاز دلوقتي، فهي ايه بتغيب شويه على ما تاخد النار عشان الميه بس. وخلاص على كده هنكنس بقى الأرضية ونمسح وخلاص جينا للنهاية. أتمنى إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن ما تكونش الكلام بتاعي زهقكم النهاردة يا حبيباتي، والفيديو يكون شجعك ونشطك وحفزك، وتقومي دلوقتي تجري رهوانة على بيتك وتخلصي كل اللي وراكي، وتسيبي أي حاجة سلبية في حياتك ورا ظهرك. ما تعلقيش على السلبي، الحاجة اللي تزعلك ابعدي عنها. صدقوني الحاجة اللي تزعلك في نفسيتك ابعدي عنها. ما تروحيش للزعل بايدك، انت بايدك تنجي نفسك من اي حاجة تضرك او من اي حاجة تزعلك. انتوا فاهمين؟ خلاص جيت النهاردة لنهايته. اترككم في رعاية الله وامنه يا حبيباتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.